رسالتي الأخيرة فهي للجميع، للكل، نواب، وزراء، صحافة، إعلام، كل مؤسسات المجتمع المدني، للجميع. أنا أقول لهم الشعب الكويتي عندما ذهب في يوم 27 يوليو 2013 إلى مراكز الاقتراع من الساعة 18 من رمضان، حر من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء وهم صيام، ترى ما راحوا إلا لأن عندهم أمل، ما راحوا إلا لأن الهقوة فينا كبيرة، ما راحوا إلا لأن يغيرون الوضع، ما راحوا إلا لأن يبنون الكويت المستقبل. لذلك المسؤولية علينا كبيرة، وأنا أعلنها من الآن بأنني أبدأ صفحة جديدة مع الجميع نتسامى فيها فوق أي خلاف، ونرتفع على كل جراحنا. وأقولها وأنا صادق، إن كان في أحد أساء لي أو أساء لي زملائي فأنتم محللين في هذا الشهر الفضيل، لكن حنا داشين مرحلة جديدة، مرحلة عنوانها الأمل، وقودها العمل، والمسؤولية فيها مشتركة وجماعية بين الكل، ليست مسؤولية فردية. أنا على نفسي سأجتهد وأبذل كل اللي أقدر، إلا الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه، لكن أطلب منكم جميعا الدعم والمعونة لنعيد قاعة عبد الله السالم كما كانت. أتوكل على الله فهو نعم المولى ونعم النصير. رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم، يوم الخميس، برنامج مع الفضل في تمام الساعة 10 مساء.